الفيديو ده انت هتستفاد منه قوي. هتقول لي ليه؟ اقول لك لو انت معاك صناديق او هتجمع صناديق ومحتاج ام 4 تلجي، اقول لك على طرق انت هتقتنع بيها. طب هل انا بقول لك تعالى خده اجباري بنسبة 100%؟ لا، انا يا صديقي بقول لك على طرق بتقوي الحظ بنسبة 99%، مع حاجات هخليك انت اللي تقتنع بيها في التعليقات. يا عم حتى لو حظك لو مفيش ام 4 التلجي، يمكن يطلع لك حاجه اجمد من الام 4 التلجي. طب هنعمل ايه تاني في الفيديو؟ في كل فيديو كده بنشرح، مثلا احنا هنتكلم النهارده على الام 4 التلجي، هقول لك في الاخر ازاي تجيب صناديق مميزه. طب هل في طريقه يعني جديده؟ لا. طب ايه؟ خلينا بس في الاول كده في موضوع الام 4 التلجي، لكن اتمنى تنزل تدعم الفيديو ده بلايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكتر من 1000 لايك، وتعمل اشتراك في القناه وتعمل تعليق. وطبعا يا صديقي هتبص على اول تعليقات مفوز كل فيديو 3. طب ايه الشروط؟ انا نسيت، مش عايز اطول عليك. لايك، تعليق، تفعل زر الجرس، علق على قد ما تقدر. نيجي بقى عشان ما نطولش عليكم، واسف جدا لو انا طولت. خش معايا كده على الصناديق الكلاسيك. اسمع الكلام اللي انا اقوله لك لان انت هتقتنع بيه. تمام، هتقتنع بيه. تمام، نخش كده على الصندوق الكلاسيك معانا ونيجي على الام 4 التلجي. طبعا ده حلم الجميع، الام 4 التلجي. تمام. طب انا هقول لك على حاجه كده. على فكره الطرق اللي انا هقولها لك او الحاجات دي انا مش بالفها. الحاجات ديت تجارب ناس انا عارفها شخصيا. انا بسمع لايفات ناس اجانب متخصصه في فتح الباكجات، بتقول لك ايه الحاجات اللي بتقوي الحظ. اسمع بقى حاجه كده، دي حاجه بس ايه هنقولها. كلنا لينا صديق عندنا، وده 99% من الناس عنده ام 4 تلجي، وصاحبك ده بوت. بمعنى هقول لك ساب اللعبه مثلا ايه فتره، تمام، عشان كان عنده امتحانات، ورجع اول صندوق كلاسيك فتح طلع الام 4 التلجي. بمعنى الخلاصه ان في خوارزميات جوه اللعبه، اللي هو لو انت سبت اللعبه فتره، اللعبه بتوصل لها كده نظام اشعار، لا ده الشخص ده متذبذب في اللعبه، ده بيسيبها اسبوع وبيفتحها اسبوع، احنا عايزينه يستمر. فاللعبه هوبا اول صندوق تطلع لك حاجه جامده زي الام 4 التلجي. يعني دلوقتي يا معلم، كل اللي انا عايزه منك لو انت عندك مثلا تسيب حسابك ده، او مثلا عايز تعمل حساب تاني وتلعب فيه شويه وتسيبه فتره، بنسبه كبيره جدا كل الناس، او هنقول مثلا بنسبه 87% من الناس اللي سابت اللعبه فتره اسبوعين 3 شهر ورجعوا فتحوها تاني، خدوا ام 4 تلجي. واتمنى اي حد في التعليقات حصل معاه التجربه دي مع حد صاحب، اكيد ما حصلتش معاك، لو حصلت معاك اكيد مش هتخش على الفيديو، اكيد حصلت مع حد تعرفه، صديقك جوه اللعبه، صاحبك. اكتب لنا تحت في التعليقات. دي اول حاجه شفتها مع 2 اصدقائي، طبعا بتاع اللايف اللي انا بسمعه قال التجربه دي. تاني حاجه، ودي طبعا يعني معروفه، ان انت يا صديقي تفتح في توقيت محدش بيفتح في اللعبه. حتى لو مفيش ام 4 تلجي يطلع لك حاجه عظمه. يعني اللعبه من الاخر كده، لو العدد كتير جوه اللعبه وكله اونلاين حاليا جوه اللعبه، سواء بيلعب سواء بيفتح باكجات، اللعبه بتديك سيرفر وحاجات عاديه. طب ايه انسب توقيت ان انا افتح فيه؟ انسب توقيت يا معلم بيكون في وقت مثلا ايه، عارف ان اليوم ده الناس في الدراسة، الناس في الجامعات، الناس في الشغل. واليوم ده يا صديقي بيكون الفتحة فيه بتكون بتبدأ من الساعة 11 الظهر لحد الساعة 1 الظهر، الساعتين دولت. وعندنا بردك توقيت اللي هو الساعة 3 لحد الساعة 6 الفجر، ال3 ساعات دولت. التوقيتات دولت يا معلم بيطلع لك حاجات جامدة قوي قوي قوي. حتى لو ما طلعلكش الام 4 التلجي، لا بيطلع لك حاجات اجمد من الام 4 التلجي. انا بقول لك على بعض الخطوات، سيبك من الفيديوهات اللي بتقول لك تعالى خد الام 4 التلجي. انا في اول ثانيه من الفيديو عشان اكون صادق معاك قلت لك من اول ثانيه من الفيديو عشان ما اعطلكش لو انت مفكر ده في طريقه بتخليك تجيبه معينه. قلت لك من اول ثانيه مفيش حاجه اسمها تعالى خد الام 4 التلجي، احنا بنقول لك على حاجات تقوي حظك. تمام. طب ايه تاني يا عم محمد الحاجات اللي هي بتقوي حظنا؟ من ضمن الحاجات يا معلم اللي هي بتقوي حظك ان انت تفتح، يعني الاستفتاحه.
طب انت مش فاهم يعني ايه الاستفتاحه دي؟ الاستفتاحه بمعنى ان انت مثلا ما تخشش تلعب مثلا جيم واثنين وثلاثه واربعه وانت بتقفل اللعبه تقول ايه ده انا معايا 10 صناديق لما افتحهم. لا، خلي البدايه عندك فتح الباكجات. اعرف كده وانت بتفتح اي باكجات، البدايه من قبل ما تخش في اي جيم وقبل ما تخش في اي حاجه، خلي البدايه يا صديقي في فتح الباكجات. تمام. ايه برضك الغلط اللي احنا كلنا بنقع فيه؟ ان احنا بنجمع صناديق من عمل السيرفر، اللي هو طبعا مفيش الا الطرق دي، لكن انا اتمنى ولو انت عايز حظك يكون قوي، دور على صناديق من مهام الانجازات. الصناديق يا جماعه اللي موجوده في مهام الانجازات بنسبه 80% اقوى من الصناديق اللي انت بتشتريها بعمل السيرفر، وبالعمل السيرفر تشتري منها قصايم، اللي هم ال5 قصايم او ال10 قصايم بتوع كل يوم. القصايم دولت نسبتها معروفه 17% حظها ما فيش اصلا. لكن يا جماعه مهام الانجازات يا جماعه حظها جبار، حظها خرافي فعلا. انا بقول لك على حاجات تجارب ناس ولايفات بسمعها يا صديقي. تمام. طب نعمل ايه تاني؟ طبعا كلنا ماشيين بتجربة ايه؟ ان اقلع اللبس اللي انا لابسه والبس اوحش لبس عندي. لا، الموضوع ده موضة وانتهت. طب ايه الجديد؟ الجديد يا معلم، البس افخم لبس عندك وانت بتفتح صناديق. البس افخم لبس عندك وانت بتفتح صناديق. طبعا دي حاجة ايه يعني حصلت مع ناس ومش ناس، لكن انا بقول لك الحاجات القوية في الاول. تمام. طب يا عم محمد، ازاي اجمع صناديق كلاسيك غير القصايم؟ والله عندنا مثلا هنا اللي هي بتاعت المباريات، اللي انت مثلا ايه لو جينا مثلا هنا إيه، لو انت معاك بطايق بونص تشالن ساعات بينزل في استرداد المكافأة. لكن الاهم المباريات اللي هي الاولى دي في بطولة جميع المواهب هي غير متاحة حاليا، لكن يعني بتفتح بعد كده بتلعب مباريات، والمباريات دي بيديك نقاط وبتاخد منها قصايم. المهم انت يعني بتلاقي نفسك مجمع في الاخر. شوف انت الطريقه اللي بتجمع منها، يعني عايز تكمل في القصايم مفيش مشكله، لكن زي ما انا بقول لك انا بنصحك يا معلم في صناديق مهام الانجازات. المهم انا كنت عايز اعمل في اخر الفيديو ان انا اشرح لك صناديق موجوده في مهام الانجازات بطرق، مش اللي هو انا اقرا لك هنا وتروح تعملها. طب ما انت ممكن تقراها، امال ايه لازمتي؟ اقول لك مثلا على ثغره او حاجه او جلتش تخلص المهام اللي في مهام الانجازات، يعني مثلا بطرق مش متعبه، يعني اللي هو مش هقرا لك طب ما انت ممكن تقرا ايه الغباء ده، لا اقول لك على طرق سهله تخلصها. طبعا انا مش عايز اطول اكتر من كده، كنت عايز اعمل كده في اخر الفيديو لكن انا مش عايز اطول عليك. لو لقيت في اقبال كتير في الكومنتات، يعني لو لقيت عدد كبير كده في الكومنتات، ماشي اعمل يا عم مستنيين متحمسين، قشطه مفيش اي مشكله. الفيديو اللي جاي هتلاقيني عامل التجربه دي مع مثلا لو انا جايب لك طريقه تجيب منها سكنات، في اخر الفيديو شرح لك مهمه بتديك 10 صناديق لكن بطريقه سهله. المهم بقى ايه، انتظروا بقى الفيديو القادم بناء على كومنتاتكم. اشوف وشكم على خير يا احلى ناس، مع السلامه.